اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. اهلا بيكم في قناه الكروشيه علم وفن. النهارده ان شاء الله هنبتدي تكمله الحصان، وده كان اخر حاجه ان شاء الله. احنا وقفنا السطر اللي فات على السطر 16 وال17 بارتفاع بدون تزايد او تناقص. النهارده هنخش على السطر 18 واحنا هنبتدي باول حاجه هنعمل تناقص. ماشي، بعد كده هعمل 25 غرزة حشو، 2 3 4 25. كده عملنا 25 حشو. تمام، بعد كده هنعمله تناقص. نعمل تناقص، بعد كده هعمل حشو، تناقص، هعمل حشو، تناقص، حشو، تناقص، حشو، تناقص، ماشي. بعد كده هكمل الباقي حشو لحد ما اوصل هنا، هكمله حشو. يا بنات انا ماشيه معاكم واحده واحده وبطول في اجزاء الفيديو على اساس ان الموضوع يبقى سهل في حاجه، وفي نفس الوقت ان اللي بتقدر تعمل ورايا ماشيه معايا عشان ما تتلخبطش، واللي بتكتب ورايا تكتب. ماشي، بس انا رقح لك انك تكتبي الاول وبعد كده تشتغلي. تمام، انا هكمله كله حشو ونرجع لبعض. كده خلصنا السطر 18. هنبتدي في السطر 19 وهو عبارة عن 17 غرزة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. هكملوا 17 وارجع لكم. كده عملت 17. بعد كده هناخده 7 غرز تناقص، بمعنى ادي 1 2 3 4 5 6 7. عملنا 7 غرز تناقص. بعد كده هناخد 3 غرز مع بعضها تناقص. ادي 1 2 3 واعملها تناقص. تمام، بعد كده هعمل 8 غرز تناقص مش مع بعضهم طبعا. ادي 1 2 3 4
5 6 7 8. تمام. بعد كده هكمل الباقي كله حشو. نخش في السطر 20 واخر سطر معانا في الحصان. اخر سطر معانا في الحصان وهو عبارة عن تناقص، تمام، وواحد حشو، ثم 2 تناقص، واحد 2، بعد كده 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5. كده عملت 10 حشو. بعد كده هعمل 3 تناقص، ادي 1 2 3. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاخد 3 تناقص مرة واحدة، ادي 1 2 3، واخدهم كلهم مرة واحدة كده، ماشي. بعد كده هاخد 4 غرز تناقص، ماشي. واحد 2 3 4. طبعا انا كل ده بضيق الخصات، بضيق هنا فوق عشان ميبقاش واسع. كده عملنا 4 غرز تناقص. بعد كده هنعمل 9 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده عملنا 9 غرز حشو، ماشي. اخر بقى غرزة، طبعا احنا هنكمل الباقي ده هنا حشو برضو. ماشي. اخر غرزة بقى هعملها تناقص، تمام. كده انا ضيقت الحصان جامد كده. انا مش هقفلها لان انا هضيق، بس انا هسيبها كده
هحشيه فايبر، هنحشي الحصان فايبر ونرجع لبعض. انا حشيته فايبر يا بنات، بصوا اهو، وهنبدا بقى نقفله بعد ما هو مفتح قوي كده الراجل. يلا بينا نقفل الراجل ده. انا قطعت الخيط ماشي، اهي يلا بينا. هنقفل الغرزة قصاد الغرزة، بمعنى انا هعمله كده ماشي، كده غرزة الأول. انا هخش من جوه عشان النضمة بتاعت الخيط يا بناتي اهي. انا هعمل غرزة قصاد غرزة اهي، الغرزة التانية قصاد الغرزة التانية اهي. خلاص ادي الغرزة اهي. ماشي، انا ماشيه كده غرزه قصاد الغرزه، هنكملها غرزه قصاد الغرزه ونرجع لبعض نشوف الشكل النهائي للحصان. انا قفلت، استنوا يا بنات معلش الصوت. انا قفلت الحصان كله ماشي، ودلوقتي هو المفروض يتحط هنا اهو كده وتلزقيه او تخيطيه. انا للاسف بس مش عندي الشمع حاليا، ف هو هيبقى كده. طبعا هنعمل الديل دلوقتي. احنا هنبدأ نقصقص، نعمله الديل، نشوفوا الديل هنعمله ازاي اهو كده. دي كده طويلة كده، فهنبدأ نقصقص الطول اللي احنا عايزينه ماشي. نقصقص الطول ونرجع لبعض فيها. انا كده خلصت قصقصت عندها، هتني كده هتني كده والف الخيط عليها كده ماشي، هربطه كده اهو كده ماشي. امسك الحصان من ورا
يا بنات انا كده خلصت انا كده لسقت الراس، الحمد لله لقيت شمع، الحمد لله الحمد لله. لسقت الراس وعملت الديل اهو كده. بس كده هنعمل السيرك اللي فوق. انا عملت عقدة البداية، معلش هيبقى لون اسود عشان انا عايزة اعمل السيرك لون اسود. هعمل سلسلة انا هقيس طبعا الطول لسه، طبعا انا بقيس الطول يا بنات من هنا لهنا. ماشي، خلي الحصان كده، خلي لكم الحصان كده عشان انا عاجبني الشكل بتاعه. ايه رايكم؟ طبعا انا ما بعملش عدد، انا بعمل بالطول. كده هرتفع بسلسلة كمان، اخش اعمل حشو، هعمل كله حشو. انا مش عايزه اطعمها بالابيض بصراحه، مش عايزه اطعمها بالحشو. كده انا خلصتها حشو، هخش اعمل غرزة حشو تاني في نفس المكان. ماشي، وهاخد الناحية التانية، اخد ده معايا. انا بصوا يا بنات، انا كل اللي بعمله حشو. ماشي، وبلفها، بعمل في اخر غرزة اخر سطر، يعني في الغرزة غرزتين عشان تلف معايا. هلفها داير ما يدور، هلفها داير ما يدور حتى اوصل للحجم اللي انا عايزاه. انا خلصت بنات وعملت على الحرف صدفة. الصدفة اللي هي عبارة عن 3 غرز، سلسلتين 3 غرز في نفس المكان، يعني في نفس الغرزة، يعني في نفس الغرزة زي كده مثلا، نفس الغرزة زي كده بخش فيها 3 سلاسل، اطلع منها 3 سلاسل، سلسلتين 3 سلاسل. وهسيب لكم الشرح في صندوق الوصف. ماشي، بعد كده انا هلصقها على الحصان. انا مش عاملاها طويلة طبعا. كده انا بلزقها مش اكتر. اهو يا بنات كده انا خلصته كده. انا خلصت كده يا بنات الحصان كله. كل سنه وانتم طيبين. طبعا هو معلش اخد معانا وقت طويل،
بس انا كنت بحاول ان انا اعمله لكم بدقة عالية جدا. يا رب يعجبكم. انا كده الحصانين طبعا الموجودين اللي انا عملتهم، يا رب طبعا يعجبوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعيل الجرس لو عجبك الفيديو. يا ريت تشرفيني وتعملي لي لايك واشتراك. تفضلا وليس امر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.